ده في حياتي بجد فن راقي جدا. تعالوا شوفوا ده بيعمل ايه. ده زي تين صلصال كده، وبيحط قدامه الصورة اللي هيطلع زيها بالظبط، وبيبدأ يشتغل. بس بجد فن فن على حق. شوفوا يعني انا لسه هنشوف ابداعات. يعني انا باذن الله هوريكم فيديوهات تانية لنفس الشخص ده اللي بيعمل الكلام ده كله. شوفوا يا جماعه عامل البق ازاي والعينين ازاي. بصوا بالظبط بالظبط، سبحان الله، يطلع نفس الشكل اللي قدامه ده في تين الصلصال اللي هو بيعمله ده. واكيد هي ماده، يعني تين الصلصال ده مش زي اللي هو اللي احنا بنجيبه بتاع الاولاد اللي في المكتبه والكلام ده كله. لا ده حاجه بتاعت شغل فنانين يعني، بس هي شبيهه ليه كده يعني ماده. بيحاول يشكلها بايديه كده زي العجينة. طبعا اللي زي ده ما شاء الله عليه، يعني ده عبقري والله عبقري. يعني احنا لو قعدنا مليون سنة بالنسبة لينا مش هنعرف نعمل الكلام ده كله. بس بجد فيديوهاته عجبتني جدا. ده مش اول حد يعمله، ده بيعمل حاجات كتير يعني، شخصيات كتير وممثلين وشخصيات عامة يعني. فنان. بصوا المنظر. طبعا هو بيعمل الجسم بتاعه بقى. شوفوا يعني ما اكتفاش كمان ان هو يطلع بس الحتة اللي فوق وخلاص. لا لا، هو يعمله زي العروسة بالظبط، وهيوقفه على مسامير بقى وكلام من ده. سلام على البوت. كمان رباط الجزمة، يا سلام عليك، ايه ده. ده عاملها له ماركة كمان. شايفين تنايات البنطلون وشغل عالي جدا. بقول لكم الشخصية دي بجد عجبتني وعجبني فيديوهاته كلها. مع ان انا ما شفتوش شخصيا، هو ما فيش بس الا اللي هو دي كده بس اللي باينة، وهو بيرسم الكلام ده كله. ده لو كان رسمه على ورق يا جماعة كان يمكن يبقى اسهل من اللي انا بشوفه ده. ايه ده العبقرية دي، ايه الجمال ده. لو اعمل له تيشيرت كمان ودنيا وتشابيح، ايه الجمال ده انت يا ابني والله العظيم عبقري عبقري. طبعا الفن ده بره يعني بيبقى له قيمة جامدة جدا. زي مثلا اللوح والكلام ده كله. الفنانين بره بيتقدروا جامد جدا. شايفين الجمال. اه دراعاته كمان. طبعا هو بيستعين بالمسامير اللي بتدخل دي عشان تثبت الدراعات وتثبت الرجلين من تحت. شغل جامد. لا وعامل الايدين. بصوا بصوا الايدين، صوابع وكله. ده ايه يا ابني ده، ايه يا ابني ده انت لو عندنا هنا والله مش عايزين نقول لك كنا عملنا فيك ايه. كنا عملنا لك تمثال. يا سلام عليك. شوف عشان الرقبة تتحرك. بصوا الجمال. بصوا. الله 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 على الجمال. ان شاء الله بإذن الله انتظروني في فيديوهات تانية لازم. يعني بصوا انا بصراحة الفيديوهات دي عجبتني جدا، فاكيد هتعجبكم بإذن الله، ومنتظرة منكم كده تعليق ولايك عشان تشجعوني، واشوفكم على خير بإذن الله. مع السلامة. شكرا على المشاهدة. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لفيديوهاتنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.